أنا وأنت وكلنا غرقانين في نعم ربنا، ولو عايز تعد تعالى نعد، بس أنا مش هعد كل نعم ربنا عليك، لأ أنا هعد اللي في إيدك دلوقتي حالا وأنت قاعد تتفرج على الفيديو ده. اداك النظر اللي تشوف بيه الفيديو، أدي أول نعمة. لأ ومش أي نظر، ده أنت شايفني كويس قوي وشايف هدومي والديكور اللي حواليا بألوانهم الحقيقية، ما عندكش مشكلة في الألوان يعني، أدي تاني نعمة. سامعني بودانك من غير مترجم إشارة يوصل لك الكلام اللي بقوله، أدي نعمة تالتة. بتفهم الكلام اللي أنا بقوله علشان عندك عقل يدرك ويستوعب، أدي نعمة رابعة. ممكن تطلع من الفيديو ده بمعلومة مفيدة فتحفظها في عقلك وما تنساهاش، يعني عندك ذاكرة، ادي نعمة خمسة. ماسك التليفون اللي بتتفرج منه في ايدك، يعني عندك ايدين، ادي نعمة ستة. طب معاك فلوس تجيب تليفون اصلا وباقة نت كمان، ادي نعمة سبعة. تحب نكمل ولا كفاية كده؟ انا عن نفسي مستعد اكمل عد معاك للصبح ومش هنخلص. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قالش نعم، قال نعمة. نعمة واحدة بس لو قعدت تعدها مش هتخلص. يبقى الصح واللي لازم يحصل إن يكون عندك شعور دائم بالامتنان لربنا سبحانه وتعالى صاحب النعم دي كلها. لكن اللي بيحصل عكس كده تماما، انت تعودت على النعم دي لدرجة إنك حسيت إنها ملكك، حاجات في إيدك يعني، بدليل إنك كنت ناسيهم لحد ما أنا فكرتك دلوقتي وعديتهم معاك. وده بقى اسمه إلف النعمة. أنت تعودت على كل النعيم اللي أنت عايش فيه. أيوة، أنت عايش في نعيم. عارف الآية اللي بتقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ عارف بعض المفسرين قالوا إيه هو مثال للنعيم ده؟ كسرة خبز تقويك، حتة عيش قد كده، وماء يرويك، وثوب يواريك. ده احنا على كده في زحام من النعم والله. بس احنا مش دايما بناخد بالنا لاننا مشغولين باللي لسه مش في ايدينا وناسيين تماما اللي في ايدينا. لئن شكرتم لازيدنكم. كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة يديك منها اكتر. بس يا جماعة الشكر حاجة والحمد حاجة تانية خالص. الحمد انك تقول الحمد لله، اما الشكر انك تعمل بيها. اداك صحة استخدمها في الطاعة وعمل الخير يضعفها ويحافظ لك عليها. اداك مال اشكره بانك ما تصرفش منه جنيه في غضب ربنا يقوم يزيد. اداك ولاد ربيهم كويس وعلمهم كويس يبارك لك فيهم. هي دي الطريقة الصحيحة عشان تبقى من